شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايب ام روفان، ازيك يا احسن ناس في الدنيا. اهم حاجة صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات، فانا ده فيديو بعد العيد، فيديو السوق. طبعا انا ما جبتش كل حاجة لان كنت فرهط. طبعا نو محشي، نو. العيال اصلا يقولوا لي ماما راح السوق ما تعمليش محشي. هم اصلا العيال والله من بعد رمضان هم قرفانين من الاكل. تعالوا بقى ما اوريكم انا جبت ايه واوريكم الاسعار الجديده بلا طماطم، لان انا جايبه طماطم الاسبوع اللي فات. ما تقوليش الطماطم انا جايبها الاسبوع اللي فات ب 25 جنيه. مش عارفه بقى والله، انا ما سالت على الطماطم، بس يعني انا مش عارفه ايه. نشوف بس ايه. طبعا التلاجة عندي مل، ما فيهاش اي حاجه. بس انا الاسبوع اللي فات يعني جبنا حاجات كده تمشينا لحد ما ننزل، لان ابني اللي كان بيجيب. بصوا يا جماعه، جايبه طبعا عندي خيار هنا ماشي، فقلت اجيب كيلو عليه. بصوا اهو، بوتينو. إيه ده ب 15 جنيه. يعني انا لقيت فيه ب 20، بس يعني لقيت ابو 15 حلو اهو. ده ب 15 جنيه. وجايبه نص كيلو شطه على فلفل ب 15 جنيه برضه. يعني الاسعار حلوه، مش وحشه. احنا خلصنا. دي جوافه، شفت عشان حطيت عليها العيال على الجنيه. جايبه الجوافه، جايبها ب 20. جايبه 2 كيلو. مش عارفه، في واحده فيها كانت طريه باين، فشفت عملت ازاي. والله دي الجوافه انا جايباها حلوه والله. دي كانت سليمه، والله كانت سليمه. جايبها للاكل اصلا. هشيل الطريه ديت واعملها للعصير. جبت ايه تاني؟ جبت بطاطس سبونج اللي هي بتاعت القليه. جبت 2 كيلو. الكيلو ب 15 جنيه. في الاتنين ب 25، بس يعني ايه، دي احلى. دي ما مش محلونه، دي حلوه. دي الاتنين جايباهم ب 30. حلوه البطاطس، مش غاليه برضه. هنا جبت ايه تاني؟ طبعا انا عندي البصل الاحمر، بس انا بحب البصل الاصفر ده في حاجات. فجبت كيلو كفايه، كيلو ب 10 جنيه. انا عندي البصل الاحمر جوه، كنت جايبها في رمضان 10 كيلو. لان انا ما بخزنش، لان لما كنت بخزن البصل بيضرب. فبجيب 10 في 10. فانا عندي هنا البصل الاحمر، كنت جايبه الكيلو الاتنين ب 25، كان احمر. كنت جايبه 10 كيلو. دي جبت كيلو اصفر كده ايه لحاجات معينه. لان الاحمر انتوا عارفين اللي هو بينزل ميه. ففي حاجات انا ما بحبهاش البصل فيها ينزل ميه. دي حلويات روفان. طب انا هوريكم روفان جايب ايه حلويات. جايب مرقه، كان باقي فلوس واداني المرقه دي. روفان طبعا ما بتحبش الكنز. جايبه لها ده بالعجوه تحفه، عامل زي المعمول كده، الواحد ب5 جنيه. جايبه لها كاكولا، ما بتحبش الكنز، بتقولي الصودا بتاعتها بتبقى ايه. جايبه لها واحد نوعين كاكل الشاي بالليل، غير الشيبسي والكيكه اللي كلتهم وانا رايحه الدرس. هنا بقى ايه، انا بحب روفان ما بحبهاش تاكل شيبسي كتير، فبجيب لها جزر اللي هو الرفيع ده عشان على اسنانها. جبت ال 2 كيلو، لقيت شويه معاها، جبت 2 كيلو بال 10 جنيه. بجيب الرفيع ده اللي روفان، وبرضك للسلطه الاتنين ب 10. الاسعار مش وحشه يا جماعه. وجبت اناناس كيلو ب 20 جنيه. جبت 2 كيلو برضك. ايه ده كان دي طبة ميزان. جايبه لي طريقه غريبه. بحب ريحه الكنتالوب قوي. جبت 2 كيلو بال 40 جنيه. مدلعه عيالي، مع اني كنت مدلعاهم في العيد في الفاكهه. بس روبان قالت لي ما جبتيش موز ليه؟ قلت لها لا 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 لا، كفايه كده. جبت برتقان برضك الاتنين ب 25. جبت 2 كيلو برتقان الاتنين ب 25. والله شويه حاجات ملهمش لازمه، ما فيهاش لحوم، ما فيهاش اي حاجه. صابون سايل عشان المواعين. وجبت خس ب10. جبت الاربعه، قلت ايه هجيب برتقانيه الاربعه ب10. عشان العيال مش مأكلين، فانا عشان عاوزه الورق قلت اعمل ايه حله محشي صغيره كده ليا، لان العيال مش على اخرهم من المحشي. الاربعه ب10. ودي ايه الحاجات اللي انا جبتها من السوق، حاجات مهمه في التلاجة. يعني حته جبنه تعملي قطعي خيار تقطعي. بس انا عندي قطعيته، ما جبتيش طماطم ليه؟ انا عندي طماطم جايباها الاسبوع اللي فات فلسه موجوده. عشان ابني في مدينه جامعيه، فابني ولادي اللي هنا مش كيفين ان هم يقطعوا طماطم وكده، فالطماطم زي ما هي. وعندي طبعا طماطم كتير في الفريزر، بعمل حسابي للغلا، فبقى ايه يعني بخزن طماطم كتير في الفريزر وكده. فدي نهايه الفيديو يا جماعه. الاسعار حلوه مش وحشه.
وبرضك انا ما سالتش على الطماطم النهارده، بس هو بيقول لك من 20 ل 30 يعني. انا كنت جايبها ب 25 الاسبوع اللي فات، كانت حلوه. فلكاكو اشتركوا عشان قناه بربيكا يا جماعه. ولا انا اسفه ان انا ما بعملش فيديوهات كتير لان انا مش فاضيه. كل ما العيال بتكبر الضغوطات في الحياه بتكتر، فسوري على تاخيري في الفيديوهات. بحبكم، كل سنه وانتم طيبين. وروفان نسيت اقول لكم، روفان باي باي، لسه جايه من الدرس حالا. يلا كل سنه وانتم طيبين، باي باي.